أنا بتعب وبجتهد بس حاسس إني في المكان الغلط، الناس اللي حواليا مش بتدعمني والطاقة سلبية. هو المكان بيفرق ولا أنا اللي لازم أتغير؟ أنا فاكر الحدوتة دي من حوادث حياتي. ده أنا كنت عايش في دايرة مفرغة، بتعب وبجتهد مفيش نتيجة. كنت بقول هو أنا اللي مش كويس ولا إيه يعني، ولا إيه الحدوتة؟ لغاية ما اكتشفت إن اللي حواليا، البيئة اللي حواليا ممكن تكون سجن أو ممكن تكون منصة انطلاق. الناس اللي بتشكك نفس الشغف ونفس الطموح هم اللي هيشدوك لفوق. الناس اللي بتسحبك لتحت دي لازم تبعد عنها خالص. طبعا المكان بيفرق وبيفرق كتير كمان. فاكر مرة كنت في مجموعة نتوركينج كده، وكل ما أقول فكرة ألاقي الناس تحبطني أو اللي يقلل منها. أنا قررت أسيب المجموعة دي بصراحة ورحت مجموعة تانية كانوا عاملين شغلة نشاط، باور قوي قوي قوي، طاقة إيجابية ودعم، والنتيجة أفكاري فعلا اتحولت لمشاريع ناجحة. البيئة عامل حاسم جدا. عشان تلاقي بيئة تدعمك لازم تدور عليها، لازم تدور على كوميونيتيز ومجتمعات المدربين الإيجابية، سواء بقى على الإنترنت أو في الواقع، تشارك في وركشوبس، مؤتمرات، أو حتى تعمل جروب يا عم صغير كده مع مدربين تانيين. ما تخافش تسيب الأماكن أو الأشخاص اللي أنت بتسحب طاقتك. أنت تستاهل تكون في بيئة ترفعك مش تسحبك خالص. ده فن بناء المجتمعات أو اختيار البيئة اللي تخليك تنمو وتتطور بشكل أسرع. البيئة اللي انت فيها بتشكل تقريبا حوالي 80% من نجاحك. لو المكان مش بيدعمك غير المكان. لو الناس مش بتشجعك دور على ناس تانية. انت تستاهل تكون في بيئة ترفعك مش تسحبك. المدرب الناجح هو اللي بيعرف يختار فريقه وملعبه. أنا هقول لكم تجربة حقيقية مريت بيها. أنا كنت عندنا مكان وأكاديمي ولوكيشنز وكل حاجة، ولكن كنت بس بستغلها في مقدرات والخدمة الأكاديمية والمكان اللي بشتغل فيه. لغاية ما مرة لقيت مسج جاية على جروب من جروبات البيزنس، حد بيقول هو احنا ليه يا جدعان مش بنتجمع ونتكلم ونساعد بعض ونطور في بعض، نعمل كوميونيتي. الكلام ده كان زمان قوي. قلت له تعال اتفضل، المكان موجود، تعال نرتب الموضوع. فعلا سبحان الله كانت فتحة خير، وكانت دي نواة لحاجة اسمها الIBA كلاب، اللي بقى واحد من الكوميونيتيز اللي فعلا بتعمل فعاليات موجودة على أرض الواقع وبتبني بيئة نجاح ونتوركينج ناجحة. أنا حبيت أشارك تجربتي الحقيقية معاك عشان أنت كمان لو عندك تجربة. المبدأ بيقول عايز تنجح ساعد غيرك ينجح. أنا عايز أبدأ كمدرب بس حاسس إني واقف عند نقطة الصفر، مش عارف أبدأ منين ولا إزاي. هو لازم أكون عارف كل حاجة عشان أبدأ؟ لا، ده أنا الموضوع ده حلو قوي. موضوع الزيرو ده من أمتع الحاجات اللي أنا بحبها في حياتي. فاكر لما كنت بقول أنا عايز أبدأ بس مش عارف أبدأ بإيه ولا أبدأ من أنهي اتجاه. كنت فاكر إن البداية لازم تكون خطة محكمة فيها كل التفاصيل وكل الخطوات. كنت بستنى اللحظة اللي هكون فيها جاهز 100%. زيرو ايه و100% ايه؟ الموضوع ده اصلا ما يتقابلش. لحد ما اكتشفت ان البداية الحقيقية مش من الخطة، البداية الحقيقية في الخطوة البسيطة اللي بتكسر بيها حاجز الصفر. الطريق بيبان لما بتمشي مش لما ترسمه كله. فاكر مرة كنت عايز أعمل مشروع كبير قوي وقعدت أخطط له شهور وفي الآخر ما عملتش ولا حاجة، وبعدين قررت أبدأ خطوة صغيرة في حاجة تانية خالص، مشيت وكملت ونجحت وأنا ما كنتش متوقعها أصلا. وهي إني عملت بوست بسيط قوي 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 فتح لي أبواب فوق ما حد يتخيل. الصفر مش نهاية، الصفر بداية. عشان تكون جاهز تبدأ من الصفر ما تفكرش في الصورة الكبيرة كلها. قسم هدفك الكبير لخطوات صغيرة جدا تقدر تعملها
دلوقتي عايز تعمل كورس، ابدأ بفيديو واحد. عايز تبني براند، ابدأ ببوست واحد. عايز تجيب عملاء، ابدأ بمكالمة واحدة. الأهم هو الفعل، تتحرك من نقطة الصفر للواحد. زي ما قلت لك، الأهم هو الفعل مش التفكير. كل خطوة صغيرة بتعملها بتقربك لهدفك. ده فن إدارة الأهداف وكسر حاجز الخوف اللي بيخليك تبدأ وتستمر. البداية مش محتاجة كل حاجة، محتاجة خطوة. ما تخافش من الصفر. الصفر ده مجرد نقطة انطلاق لكل حاجة عظيمة حصلت في الدنيا. ابدأ دلوقتي باللي معاك وما تستناش الكمال. المدرب الناجح هو اللي بيعرف يحول الصفر لنقطة انطلاق. أنا مدرب كويس، بس لما باجي أسعر خدماتي بتوتر، بخاف أكون غالي فالناس ما تجيش، أو أسعاري رخيصة فالناس ما تقدرش. هو أنا استثمر في نفسي بكام؟ أنا فاكر كده زيك كده لما كنت بقعد أحسبها بالورقة والقلم، وأقعد أقول أنا هشتغل كام ساعة، مجهودي دوت اللي هيتبذل. كنت بفكر إن التسعير ده عملية حسابية بحتة، لغاية ما اكتشفت إن التسعير ده مش عن الوقت ولا المجهود. التسعير عن القيمة اللي أنا بقدمها لهم والناس بتتحول بيها. لو أنت بتغير حياة الناس، بتساعدهم يحققوا أحلامهم، يبقى قيمتك أكبر بكتير من مجرد سعر الساعة. المدرب الشاطر مش اللي يبيع وقت، المدرب الشاطر اللي بيبيع نتيجة. فاكر مرة كنت بسعر كورس وكنت خايف أقول الرقم. قلت رقم وأنا بتأتأ كده يعني، والعميل قال لي بس كده؟ أنا كنت متوقع أكتر من كده بكتير. ساعتها فهمت إن خوفي أنا كان بيقلل من قيمة اللي بقدمه. عشان تسعر صح لازم تفهم كويس جدا ايه القيمة اللي بتقدمها، ايه المشكلة اللي بتحلها للعميل، وايه التحول اللي بيحصل في حياته بعد ما بياخد التدريب بتاعك. لما تركز على القيمة السعر بيجي لوحده. ممكن تعمل باقات مختلفة بقى، برونزية وفضية وذهبية، عشان تناسب شرائح كتير مختلفة من العملاء. الأهم إنك تكون واثق في قيمتك وتعرف توصلها للعميل. ده فن التسويق للقيمة اللي بيخليك تسعر بثقة وتكسب احترام العميل. ما تخافش تسعر قيمتك الحقيقية حتى لو غالية. لو انت واثق في اللي بتقدمه، ما عندكش حاجة اسمها اوفر استيميشن يعني، وفي النتيجة اللي بتوصلها للناس، يبقى سعرك لازم يعكس ده. التسعير مش مجرد رقم، التسعير رسالة بتقول للناس أنا أستاهل ده. المدرب الناجح هو اللي بيعرف يسعر التحول مش التدريب. أنا بعرف أشرح وأدرب كويس جدا، بس أول ما باجي بقى أبيع خدماتي بتوتر، بحس إني بضغط على الناس أو إني بطلب منهم فلوس. هو البيع ده لازم يكون بالطريقة دي؟ أنا كمان كنت فاكر كده، كنت بقول أنا مدرب مش بياع. كنت فاكر إن البيع ده حاجة وحشة، حاجة فيها ضغط وإلحاح. كنت بتجنب أي موقف فيه بيع، لحد ما اكتشفت إن البيع مش إنك تاخد فلوس من الناس، البيع إنك تساعد الناس تاخد قرار صح في مصلحتها. لو أنت بتقدم حل لمشكلة حقيقية، يبقى أنت مش بتبيع، أنت بتساعد، والناس بتحب اللي بيساعدها. فاكر مرة كنت بتكلم مع عميل محتمل وكنت خايف أقول له على سعر الكورس. قعدت ألف وأدور، وفي الآخر العميل قال لي يا كابتن، يا أستاذ، يا دكتور، يا مدير، أنا جاي عشان أحل مشكلة عندي، لو عندك الحل قول لي بكام. ساعتها فهمت إن العميل عايز حل، مش عايز حد يتكسف منه. عشان تبيع بثقة قيمتك لازم تغير نظرتك للبيع. البيع هو مساعدة. لما تكون مؤمن بقيمة اللي بتقدمه، البيع بيتحول من ضغط لمسؤولية. ركز على مهارات السؤال عشان تفهم احتياجات العميل الحقيقية، وبعدين قدم له الحل المناسب. ما تخافش تتكلم عن الفلوس، اتكلم عن القيمة اللي هتعود عليه. ممكن تعمل عروض واضحة جدا ومحددة وتوضح فيها كل التفاصيل. ده فن البيع والإقناع اللي بيخليك تبيع بثقة واقتناع ورسالة محددة للكل. البيع مش عملية ضغط، البيع عملية مساعدة. لو انت مؤمن بقيمة اللي بتقدمه، يبقى البيع ده واجب عليك عشان توصل القيمة دي للناس اللي محتاجاها. ما تخافش تبيع، ما تخافش تساعد،
المدرب الناجح هو اللي بيعرف يبيع التحول اللي بيقدمه للناس ويقنعهم.